السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الطياب ديال الكوكلي والطريقة ديالو كيفاش كيتحمر غير في الطنجرة ان شاء الله. وبالنسبة للتزيين غنزينو ان شاء الله بالبرتقال المجفف. كيف ما كتشاهدوا الطبق كيجي رائع. كنتمنى ان شاء الله تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، ان شاء الله غتستافدوا كيفاش الطريقه ديال الكوكلي تحمروه غير في الطنجره. عندي هنا الكوكلي كيف ما كتشاهدوا، من بعد ما غسلناه مزيان وعملنا ليه الحامض عشان هو خاصكم تهلاو فيه في الحامض مزيان. بالنسبه للبهارات عندي هنا الزعفران الحر، عندي الخرقوم البلدي او الكركم، عندي الابزار او الفلفل الاسود، عندي هنا تومه، عندي سكنجبير معلقه كبيره تكون ديال سكنجبير عشان الكوكلي والدجاج بصفه عامه كيبغي سكنجبير، وعندي راس الحانوت، عندي معلقه صغيره ديال السمن والملح. بالنسبه للملح ديما تراعيو عشان الدجاج او الكوكلي كيتغسل بالملح. غادي نخلط ان شاء الله هاد العطريه كلها مع بعض، ولما خلطت البهارات كلها اللي عملنا في الفيديو في الاول زدت الماء باش خلطت هذيك البهارات كلها، ما كنديرش الزيت. غنرقد هاد الكوكلي كله في هاد العطريه هذه او هاد البهارات. من بعد ما خلطته هكا في العطريه او البهارات كيف ما كتشاهدوا، لويته هكا بالخيط، هذاك الخيط الغذائي، ربطته. كنبغى نخليه ليله كامله ان شاء الله حتى الغد لي ان شاء الله غادي نبداو نطيبو فيه. من بعد ما خليته ليله كامله مرقد في العطريه، دابا ضفت عليه البصل والزيت كيف ما كتشاهدوا. صافي دابا غنشعل عليه ان شاء الله النار ونخليه يطيب على راحته. بالنسبه للكوكلي ما كياخدش طياب بزاف وما تكتروش ليه الماء. كميه الماء كيف ما كتشاهدوا قليله اللي ضفت، ومع البصله هو هذاك. كيف ما البصله كتبقى على حسب الرغبه ديالكم. انا درت هنا 2 بصلات مشلضات او مفرومين كيف ما كتشاهدوا، ضفت عليه وضفت الزيت، ودابا غنشعل عليه النار ونخليه يطيب على راحته. رافق هاد الكوكلي ان شاء الله او نزين الكوكلي بالبرتقال المجفف. ناخذ هاد البرتقال او هاد الليمون الصغيور المجفف كنرقدو هكا في الماء او نقعو في الماء هكا بالشكل هذا، ومن بعد ان شاء الله غادي نردو على النار يطيب. نضيف عويدات ديال القرفه وكم حبه ديال الهيل او قاقله. بسم الله. غنضيف على الكوكلي وغنضيف معلقه صغيره ديال العسل، غنخلطها مع هذا العسل البرتقال او عصير الليمون كما كتشاهدوا. غادي نخلط العسل معها وغنضيفها فوق الكوكلي. من بعد ما طاب لي الكوكلي كيف ما كتشاهدوا كنخليه هكا، كنبقى نقلب فيه هكا بشويه بشويه، وكنخلي ليه الخيط حتى كنبقى حتى يبرد باش نحيد ليه الخيط، وكنبقى كنقلب فيه في الضغميره ديالو حتى كيتحمر من غير ما يدخل الفران. كيف ما كتشاهدوا جا على هذا الشكل هذا والضغميره واقفه، بقيت كنحمر فيه غير في الضغميره ديالو كيبقى طري. ومن غير هكا بغيتو تدخلوا الفران كيبقى لكم الاختيار، ما عندكم حتى شي مشكل. بغيتو تدخلوا الفران، انا ما كندخلوش الفران الدجاج ولا الكوكلي، يبقى لكم دائما الاختيار. كيف ما قلت لكم انا كنبقى نحمر فيه غير بشويه بشويه غير في الضغميره ديالو. وبالنسبه للخيط ضروري تخليوه تحمروه وتخليوه هكا في الخيط ديالو كيبقى شادو، كيبقى ضامو، كيبقى بحال هكا بالشكل هذا كيف ما كتشاهدوا. من بعد ان شاء الله ما غيبرد غنحيد له هذا الخيط هذا. من بعد ما طاب لي البرتقال المجفف كيف ما كتشاهدوا، بالنسبه للسكر انا ما ضفت حتى شي سكر، ما ضفتش السكر، هو السكر اللي فيه هو اللي كرملو بهذا الشكل هذا.
ضفت غير عويدات ديال القرفه صافي، وغنخليه دابا يتعسل واحد شويه من بعد ما طاب. هو لازم تعملوه هكا في طنجره والضغط حيت كياخد شويه طياب صافي ويصبح واجد. طبق صباح واجد ديال الفريخات او الكوكلي كيف ما كتشاهدوا، يجي على هذا الشكل هذا. طبق مميز رائع، مذاق رائع. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوه. بالنسبه للتزيين دائما كيبقى على حسب الرغبه ديالكم، لكن انا زينته بالبرتقال المجفف كيجي رائع، ما تشبعوش منه. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوا الطبق والطريقه اللي عملت ان شاء الله، ولا جربتوه بالصحه والراحه. واشوفكم فيديو جديد، ومع السلامه.